هنتعلم في الفيديو ده ازاي بنقدر نفتح برنامج الاكسل، وازاي بنقدر نعمل كرييت لنيو ورك بوك، وازاي كمان اقدر افتح ورك شيتس جوه الورك بوك بتاعي، واقدر كمان ازاي اميز كل ورك شيت عن التاني سواء بالتسميه او مثلا هلونه مثلا بلون، وكمان ازاي اقدر اعيد ترتيب الورك شيتس عندي واعمل كمان موف اور كوبي. يعني مثلا انا دلوقتي عندي ورك شيت وخلصت كل الشغل فيه، بس عايزه اخد ككوبي منه بدل ما اعيد تاني نفس الخطوات واروح اعمل الفورماتنج واكتب نفس الكلام. لا، هو التغيير في حاجه مثلا بسيطه، فانا ممكن اعمل ككوبي من الورك شيت واقدر اشتغل عليه واعدل التعديل. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي بنقدر نطبقها على الاكسل. طيب احنا دلوقتي عايزين نفتح برنامج الاكسل، فبعمل ايه؟ بقف على الديسكتوب من بره واعمل رايت كليك واقول له اعمل لي نيو، اقدر افتح برنامج الاكسل من هنا. طيب ممكن نفتحه بطريقه تانية، اللي انا هروح عند علامه الويندوز وابدا اقول له اللي انا عايزه افتح برنامج الاكسل، بعمل سيرش عليه فهيظهر عندي اهو كتاب، فهدوس دبل كليك عليه فيقدر يعمل لي اوبن. طيب اول ما بفتح الاكسل بتاعي او البرنامج الاكسل من الاول خالص، بقدر ان انا افتحه كبلانك ورك بوك، يعني بلانك فاضيه او ورك بوك فاضي خالص، بقدر اشتغل عليه من اي تو زي. او ممكن اشتغل بتمبلتس جاهزه، يعني مثلا عايزه اعمل فاتوره، فبدل ما اروح اعملها كتصميم وككتابه وكفانكشنز وكل حاجه، لا انا ممكن اشتغل بتمبلت جاهزه وادخلها على طول او اختارها يعني واشتغل عليها او اعدل فيها. طيب تعالوا نجرب ازاي بنقدر نفتح ورك بوك جديد ونشتغل عليه من الاي تو زي. طيب هقول له بلانك ورك بوك. طيب اول ما فتحت الاكسل بتاعي، تعالوا نتعرف كده سريعا على اليوزر انترفيس بتاعتها. احنا عندنا فوق كده بتتكون من ريبون، والريبون كلها بتتقسم لتابس، يعني تاب الهوم، تاب الانسيرت، الدرو، البيج لي اوت، الفورمولا، وهكذا. وكل تاب من التابس دي بتتقسم تحتها لجروبس، مجموعات صغيره، مجموعه الكليب بورد، الفونت، الالاينمنت، النمبرز، الستايلز، وهكذا. وكل برضو ستايل او كل تاب عندي او كل جروب ليها الخواص بتاعتها. يعني مثلا لو انا عايزه مثلا اكتب كلام مثلا عندي هنا في الاكسل وعايزه اظبط الفورماتنج، فاروح على تاب الهوم في جروب الفونت. طب عايزه اظبط مثلا ادخل صوره، ادخل شكل، ادخل مثلا سمارت ارت، مثلا ادخل تيبلز، ادخل تشارتز، رسومات بيانيه، فاروح على طول على تاب الانسيرت وابدا اختار الحاجه اللي انا عايزه اعمل لها انسيرت. طيب عايزه مثلا اظبط الصفحه بتاعتي بحيث ان انا اقدر اطبع، فاروح على طول عند البيج لي اوت وابدا اظبط السيت اب بتاعتي بتاعت الصفحه علشان اقدر اطبعها بالشكل اللي انا عايزاه. طب مثلا عايزه اعمل اي ايكويشن او اي فورمولا او مثلا اي عمليات حسابيه، فاروح على تاب الفورمولا. وطبعا الاكسل نفسه بيميزه، او البرنامج نفسه كاكسل بيتميز عن اي برامج تانية من برامج الاوفيس في حته الكالكوليشنز او في حته العمليات الحسابيه. احنا بيبقى عندنا شويه ارقام وعايز اعمل عليها عمليات حسابيه واطلع نواتج، فالاكسل من افضل البرامج اللي بقدر اعمل عليها الشغل ده. طبعا بجانب مثلا لو انا عايز اعمل دوكيومنتيشن فانا بروح اشتغل على برنامج الوورد، طب عايز اعمل برزنتيشن فاروح اشتغل على الباوربوينت. فكل برنامج من برامج الاوفيس ليها الخواص بتاعتها. فاحنا عايزين دلوقتي نعمل مثلا ندخل شويه بيانات او اسجل شويه بيانات وعايزه مثلا اعمل كالكوليشنز، فهروح اشتغل على طول على برنامج الاكسل. طيب احنا الاكسل زي ما قلنا كده اليوزر انترفيس بتاعته الريبون اللي فوق دي، وبتتقسم لتابس وكل تاب مجموعات صغيره. في عندنا برضو الجزء اللي تحت ده، في هنا في الزوم، لو انا عايزه اكبر الزوم بتاعي، عايزه اقلل الزوم بتاعي. هنا ده الفيوز بتاعه كل ورك شيت عندي، فخلينا هنتكلم عليها قدام شويه مع بعض. عايزه افتح شيتس جديده نقدر نفتحها من هنا. طيب واحده واحده كده، ان احنا الاكسل اللي بنسميه ايه بقى؟ بنسميه ورك بوك. يعني ايه ورك بوك؟ يعني كتاب. كل ورك بوك عندي الكتاب بيتكون من ايه؟ من صفحات، فكل صفحه عندي في الاكسل بنسميها ورك شيت. فانا عايزه افتح ورك شيت، فهعمل ايه؟ خلاص انا الكتاب بتاعي اللي هو ورك بوك اللي هو اسمه بوك 1، طبعا لما افتح اكسل تاني فاسمه بوك 2 هكذا. طيب كل ورك بوك عندي بيتكون من ورك شيتس، من صفحات صغيره. طيب فين الورك شيتس دي؟ هو اصلا تلقائي بيبقى فاتح لي شيت 1. طبعا لو انا شغال على اوفيس قديم مثلا زي 2010، فلا هتلاقوه مثلا في الاغلب في الديفولت بتاعه بيبقى حاطط 3 شيتس، بس من اول 2016 فيما اعلى فلا هو بيبقى شيت 1 وانا بقدر افتح الشيتس اللي احنا عايزينها. طيب عايزه افتح ورك شيت جديد، فهروح ادوس على البلس، فكده انا بقدر افتح كذا ورك شيت، بقدر افتح كذا ورك شيت. طيب تعالوا نرجع للشيت 1. يبقى احنا قلنا ان الاكسل بتاعي بيتكون من ورك بوك عباره عن كتاب وجواه ورك شيتس، وكل ورك شيت عندي بيتقسم لكذا حاجه، لروز وكولومز وسيلز. يعني لو حد دارس ماتريكس او مصفوفات، فاحنا في الماتريكس بتبقى مكون من صفوف كروز، وكولومز كاعمده، وفي النص دول اللي هم ايه؟ اللي بنسميهم الاليمنتس او العناصر بتاعه الماتريكس. هنا نفس القصه في الاكسل اللي هي بتتكون من روز. فين الروز عندنا او الصفوف؟ اهي اللي هي وكمان ناخد بالنا اللي هي اسماء، اسم مثلا 1 2 3 4 5 وهكذا، ان كل رو عندنا ليه الاسم بتاعه، وهو بيبقى
يكون هوريزونتال كده، والكولومز اللي هي الفيرتيكال الرأسية بتكون ليها برضو اسماء بس A B C D F G، واللي في النص دول بنسميهم سيلز. تمام، كل سيل عندنا بيبقى ليه الاسم بتاعه، اسم الكولوم مع اسم الرو. يعني مثلا السيل دي اسمها B2، السيل دي مثلا اسمها M4. طيب بعرف منين؟ ادي اسم العمود وادي اسم الصف. طب انا واقفه بعيد مثلا، هل هضطر كل مره ابص فوق وابص ناحيه الشمال او اليمين على حسب اتجاه الشيت؟ لا، الاسهل بالنسبه لي في عندنا هنا حاجه اسمها النيم بوكس، بقدر اعرف اسم السيل بتاعتي ايه. وفي عندنا هنا طبعا الفورمولا بار، دي بتديني الكونتنت بتاع السيل بتاعتي ايه. يعني مثلا انا ممكن اعمل ايكويشنز، فبيبقى ناتج الايكويشن بتاعتي مثلا 3، فالثلاثه دي ناتج ايكويشن ايه، مثلا سبتراكشن سميشن، ايا يكن ايه الايكويشن او الاوبريتور اللي احنا نستخدمه. فانا بيبان في السيل الريزلت نفسها او الناتج. طيب الايكويشن دي اعرفها ازاي او اشوفها ازاي؟ ممكن طبعا بندوس دبل كليك واعرفها، او ممكن من الفورمولا بار هقدر اعرفها بسهوله. طيب فاحنا قلنا الورك بوك بتاعي اللي هو الكتاب الاكسل عباره عن ورك شيتس تحتيه، كل ورك شيت عندي بتتكون من روز وبتتكون من كولومز، وكل رو عندي او كل شيت عندي روز وكولومز وكمان سيلز. طب هو احنا نقدر نفتح في الورك بوك الواحد كام ورك شيت؟ نقدر نفتح 255 ورك شيت، نقدر نفتح 255 ورك شيت عندنا. وطبعا كل ورك شيت عندنا بيتكون من روز وكولومز. طيب بيتكون من كام رو من كام كولوم؟ تعالوا نشوف مع بعض. لو انا واقفه في اي سيل ودوست كنترول زرار CTRL، هدوس كنترول وسهم لتحت ارو لتحت كده، فهيظهر عندي اللي انا بينزلني لاخر الشيت خالص، فبيظهر عندي اللي انا عندي 1,048,576 رو. تمام. طب عايزه اطلع فوق تاني، فبرضو كنترول سهم لفوق، فانا كده طلعت الاول سيل عندي. طيب عايزه اشوف الكولومز بتتكون من ايه، يعني هل من الاي تو زي ولا بتكمل؟ اكيد بتكمل عندي الاي اي بي اي سي وهكذا، فلغايه ما اوصل لزي كده فلا هتتكون من اي 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 بي اي سي وهكذا. طب لغايه فين؟ برضه هدوس على الكنترول سهم بالجنب، هيظهر عندي اكس اف دي، يعني حوالي 16,000 وشويه من الكولومز. يبقى تاني احنا قلنا الاكسل عباره عن ورك بوك جواه ورك شيتس، كل ورك شيت عندي بيتقسم لروز وكولومز ولسيلز، وحجم الشيت الواحد 1,048,576 صف، وكذلك 16,000 وشويه من الكولومز. فالورك شيت الواحد بنقدر نحط فيه بيانات كبيره. طيب لو انا عايزه ارجع لاول الشيت تاني، فانا بدوس كنترول سهم بالجنب، فهقدر ان انا ارجع للشيت بتاعي. طيب ماشي، احنا بقى دلوقتي مثلا كشركه وعايزين نعمل مثلا عندنا حوالي 4 فروع، فرع اسكندريه والقاهره مثلا والاقصر واسوان. فاحنا عندنا في الاربع محافظات دول كل فرع عندنا عايزين نعمل له زي شيت محاسبي اقدر احط فيه البيانات بتاعتنا. طيب فانا هعمل دلوقتي اول شيت عندي ده، هروح عايزه اعمله اعاده تسميه، بحيث اقول له ده شيت بتاع اسكندريه، وده شيت بتاع القاهره، وده شيت مثلا بتاع اسوان، وده شيت بتاع الاقصر. فبعمل ايه؟ بقف عند التابس من تحت، كل ورك شيت عندي ليه تاب من تحت، بقدر اعمل اعاده تسميه، واقدر كمان اميز كل تاب عن التاب التاني او كل ورك شيت عن الورك شيت التاني بلون. طب ازاي بقدر اعمل ده؟ بقف عند التاب من تحت واعمل رايت كليك واقول له اعمل لي رينيم، اعمل لي اعاده تسميه، فهسميه مثلا اول شيت عندي اليكس. طيب عايزه اعمل في التاب التانية نفس الفكره، رايت كليك وهقول له اعمل لي رينيم، وهقول له مثلا كايرو. نفس القصه، رايت كليك واقول له رينيم، اعمل لي مثلا اسوان. رايت كليك على الشيت الرابع ورينيم واقول له مثلا اعمل لي الاقصر. تمام كده. فكده انا فتحت 4 ورك شيتس عندي، وكل ورك شيت قدرت ان انا اعمل له رينيم اعاده تسميه. طيب عايزه اميز الورك شيتس اللي تبع اسكندريه مثلا بلون، مثلا هنلونهم مثلا بلون ازرق، والقاهره مثلا بلون اصفر، ومثلا الاقصر بلون احمر، واسوان بلون رصاصي مثلا او جراي او ايا يكن ايه اللون. طيب بقدر اعمل ده ازاي؟ زي ما قدرت ان انا اعمل رايت كليك واعمل له رينيم، انا ممكن كمان اقف على التاب من تحت واعمل رايت كليك واقول له اعمل لي تاب كلر، واختار اللون اللي احنا عايزينه. طبعا يعني لو حد بيجهز نفسه اللي هو يمتحن MOS، فمهم جدا يعرف ان كل لون من الالوان دي بيبقى ليها الاسم بتاعها. طبعا احنا مش مطالب مننا ان احنا نحفظ اي حاجه، مجرد ان انا بس بهوفر او يعني بشاور على اللون بعرف اسمه ايه على طول. تمام. فانا مثلا عايزه اخلي اسكندريه باللون الازرق ده، كايرو نفس القصه تاب كلر واقول له اعمل لي باللون الاصفر، اسوان واعمل له تاب كلر والونه مثلا بلون احمر، وهكذا. فاحنا بنقدر نلون الورك شيتس بتاعتنا بحيث اي ورك شيت هيجي لنا تبع اسكندريه يبقى مثلا باللون الازرق ده.
بحيث مثلا لو انا مثلا شغاله في مدرسه او شغاله مثلا في جامعه، فانا شغاله في الكنترول، فاحنا عندنا 50 ماده، في منهم مثلا لو احنا شغالين في هندسه فانا عندي 3 اقسام مثلا مدني ميكانيكا وكيمياء، فانا عايزه كل المواد اللي تبع مدني تكون بلون معين، وكل المواد اللي تبع كيمياء تكون بلون تاني، وكل المواد اللي تبع مثلا ميكانيكا تكون بلون تالت خالص، بحيث من غير ما اقف على الشيت او اكليك عليه عشان بس اعرف اسم الماده واسم القسم، لا بمجرد اللون اقدر اعرف القسم ده ايه، الماده دي تبع انهي قسم عندي في الكليه. خلاص احنا قدرنا ان احنا نعمل رينيم للورك شيت عندنا، وقدرنا كمان نعمل لها تاب كلر او نلونها بلون مميز عن بقيه التابس او بقيه الورك شيتس عندنا. طيب لو انا عايزه اعيد ترتيب الورك شيتس، بقدر اعيد ترتيب الورك شيتس ازاي؟ يعني مثلا عايزه اخلي الاقصر هي الاول، طب هعملها ازاي؟ هقف عند التاب من تحت واكليك عليه كده واتحرك، شايفين السهم الصغير ده؟ فانا كده هوقفها عند قبل اليكس في الاول خالص. طيب عايزه اليكس اللي تكون في الاول، يعني انا بقدر اتحكم براحتنا عادي جدا، هقف على التاب برضو تاني وهكليك عادي واتحرك، فهيوقفها لي مثلا في اول شيت. طب عايزه مثلا اسوان قبل الاقصر وهكذا، فانا بقدر اعمل اعاده لترتيب الورك شيتس عندنا. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا اللي احنا بنقدر نعمل رينيم للورك شيتس، نقدر نلون الورك شيتس من تاب كلر، ونقدر نمسك كل ورك شيت ونعيد ترتيب الورك شيتس عندنا. طيب اخر حاجه بقى في الجزء ده اللي احنا عايزين ناخد كورك شيت، ناخده ككوبي، يعني مثلا ممكن اخده ككوبي في نفس الورك بوك بتاعي، او اخده ككوبي في ورك بوك تاني. ليه اخده ككوبي في ورك بوك تاني؟ يعني مثلا انا دلوقتي الشركه الام مثلا، احنا قلنا عندنا 4 فروع، واحنا الشركه الام الشركه اللي هي المصر الكبيره، فانا عايزه دلوقتي ابعت لكل فرع عندي الورك شيت بتاعه. اكيد مش هبعت لهم الفور ورك شيتس بتاع كل الفروع، اكيد لا، لانهم انا مش عايزه الفروع تبص او تشوف مثلا او تطلع على بيانات فروع تانية، فانا عايزه اخلي كل ورك شيت عندي يكون لوحده بحيث اقدر ابعته لكل فرع. طب هقدر اعملها ازاي؟ ممكن نعمل بفكره الموف اور كوبي. طب تعالوا نطبقها مع بعض. هنعملها دلوقتي ازاي؟ في نفس الورك شيت او في نفس الورك بوك وفي ورك بوك جديد خالص. طيب انا دلوقتي عايزه اخد ككوبي من الورك شيت بتاع اليكس، فبعمل ايه؟ رايت كليك، هقول له استخدم لي حاجه اسمها الموف اور كوبي. فهو بيقول لي هنا انا حاليا واقفه في بوك 1 اللي احنا لسه ما عملناهوش سيف ولا سميناه، فانا حاليا واقفه في بوك 1. هعمل موف تو اند. يعني ايه موف تو اند؟ يعني هيحطه لي في اخر الورك شيت خالص. لو انا حاليا دوست اوكي كده هيعمل ايه؟ كده هيعمل موف بس، لان الامر اسمه موف اور كوبي. فانا لو ما دوستش على علامه الصح بتاعت كريت ا كوبي فكده هيعمل موف فقط. طب لا انا عايزه اخد اصلا منه نسخه، بدل ما اعيد كتابه كل الورك شيت ده تاني بالتنسيقات بالفانكشنز بقى اللي احنا عاملينها بكل حاجه، لا انا عايزه اخده ككوبي كده في نفس الورك شيت واسميه مثلا فرع خامس احنا هنفتح في طنطا مثلا. طيب هعملها ازاي؟ هقول له كريت ا كوبي، لازم اعمل شيك على علامه صح كده على الشيك بوكس ده واقول له اوكي. فاخدتوا بالكم عمل ايه؟ ادي اليكس واليكس 2. طيب عايزه اعيد تسميه مثلا الورك شيت ده، رايت كليك كده واقول له طبعا رينيم زي ما عملنا قبل كده، واقول له مثلا ده طنطا بس كده. تمام. طيب يبقى احنا تاني دلوقتي عملنا ايه؟ رحنا عملنا ككوبي في نفس الورك بوك. طب انا عايزه اخد اليكس ده واخده ككوبي برضو نسخه، او احركه عادي، يعني سواء عملت علامه الصح فانا كده باخد ككوبي، او ما حطيتش علامه الصح يبقى مش باخد ككوبي، باخده كورك شيت كامل واطلعه بره الورك بوك بتاعي خالص. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل موف اور كوبي للورك شيت بتاعنا في ورك بوك جديد خالص، فهروح اقف رايت كليك واقول له اعمل لي موف اور كوبي. تمام، بس مش في نفس الورك بوك بقى اللي انا واقفه فيه، فاروح اقول له اعمل لي نيو بوك. ممكن يظهر هنا عندنا ورك بوكس تانية، لو انا فاتحه ورك بوك تاني وعايزه انقله في ورك بوك اصلا مفتوح فهيظهر عندي اسمه هنا. طب لا انا عايزه افتحه في ورك بوك جديد خالص، فاقول له نيو بوك. تمام. ولو برضو ما حطيتش علامه الصح عند الشيك بوكس هنا هيعمل ايه؟ هيعمل موف فقط، اكني اخدت الورك شيت ده طلعته بره خالص في الورك بوك بتاعي. طيب لا انا عايزه اخد منه كنسخه ككوبي، فهعمل ايه؟ لازم احط علامه الصح بس وادوس اوكي. فكده فتح لي ورك بوك تاني اسمه بوك 2 وفيه فعلا اليكس. طيب تعالوا نعمل مينيمايز كده، فهلاقي فعلا اليكس عندي هنا في الورك بوك الاساسي اللي هو بوك 1. يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض ازاي بنقدر نعمل كرييت لنيو ورك بوك، وازاي بنقدر نعمل كرييت لنيو ورك شيتس، وازاي كمان بنعمل رينيم للورك شيت بتاعنا، وازاي بنعمل تاب كلر يعني بنلونه بلون مختلف بحيث اميزه عن الورك شيتس الثانيه. كمان قدرنا ان احنا نعمل ري اوردر، نعيد ترتيب الورك شيتس، وكمان نستخدم الموف اور كوبي سواء في نفس الورك بوك بتاعنا او في ورك بوك جديد خالص.
والمره الجايه ان شاء الله هنتكلم اكتر ازاي بنقدر نعمل فورماتنج للكونتنت بتاعي واقدر اكتب ازاي في الورك شيت بتاعنا.